السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الأبطال؟ معاكم في قناتكم يلا مانجوا، المكان اللي بناخدكم فيه في رحلات من قلب أقوى وأجمد المانهوا والمانجا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تحذير: المحتوى اللي هتسمعه وهتشوفه دلوقتي ترفيهي وخيالي تماما ومفيش ليه أي علاقة بالواقع. كل اللي بيتقال فيه بيعبر عن خيال المؤلف ومعتقداته هو، مش معتقداتنا ولا ديننا. افتكر دايما ما تسيبش أي حاجة تلهيك عن ذكر ربنا أو تأخير صلاتك. اتفرج واستمتع بس بعد ما تخلص فروضك. صل على النبي ويلا نبدأ. قبل ما أبدأ في حلقة النهاردة عاوز أشكر الأساطير اللي بيدعمونا بتعليقاتهم، وعايزهم يبقوا عارفين إن شاء الله هفضل فاكرهم مهما مر من الوقت ومهما زاد عدد المشتركين، وهيفضلوا دايما ليهم مكانة خاصة عندي، كونهم أول اللي دعموني. شكرا ليكم بجد من كل قلبي يا أساطير. يتفزع أوليفر وينادي على ولي العهد ويجري يدخل القاعة تاني وهو بيدور عليه، وإيان بيكون معاه فبينادي عليه ولي العهد فبينتبه ليه. ولي العهد بيكون واقف حاسس بالتوتر وموقف أخته وراه عشان يحميها، والقلق بيكون باين برضه على بقية النبلاء. الأمير يقول له هو إيه اللي بيحصل بالظبط وإزاي يحصل زي كده في الأصل الإمبراطوري، فيجري أوليفر ناحيته هو والأميرة ويسألهم إذا كانوا كويسين، فيردوا أيوة إحنا بخير. فيدخل واحد تاني من قادة الفرسان ومعاه مجموعة منهم ويسألهم برضو إذا كانوا بخير. بعدها يسأل أوليفر إذا كان اتصاب أو حصل لي حاجة، فيرد عليه لا لا ما تقلقش أنا كويس، بس قول لي إيه اللي بيحصل بره بالظبط. فيرد عليه سلسلة من التفجيرات مجهولة المصدر بدأت في محيط القصر كله، بس إحنا فعلنا حجر اتصال الطوارئ وبلغنا كل القوات عشان تدور على السبب ورا الانفجارات دي. بيقوم إيان يفكر في حجر اتصال الطوارئ وبيعرفنا عنه إنه بيبقى عبارة عن حاجة شبه جهاز الإرسال كده، لكن طبعا بيشتغل بالمانا وبيبقى موجود في القصر الإمبراطوري ومتصل بمقر الفرسان ومقرات الجيش وكمان البرج العاجي، وده بيسهل نقل المعلومات وإصدار الأوامر لكل القوات في الإمبراطورية. بيكمل إيان تفكيره عشان يوصل للسبب الفعلي ورا الانفجارات، وبيقول في باله هو مش معنى إن تم تفعيل حجر اتصال الطوارئ إن كل الجنود والسحرة اللي موجودين في العاصمة هيتجمعوا في القصر، أكيد التفجيرات دي وراها حاجة مستخبية. وبعد تفكير بيوصل لاستنتاج معين وبيبان على وشه الصدمة من استنتاجه ده، وبيستخدم المانا بسرعة عشان يفعل درع يحمي بيه اللي موجودين حواليه. الأميرة بتبقى واقفة تبص للي هو بيعمله باستغراب، وبعدين هو يتلفت ليها ويكلمها بصوت واطي: يا سمو الأميرة، مش انت برضو بتعرفي تحقيني المانا في الدرع؟ فبتستغرب الأميرة أكتر من كلامه وتقول له إيه؟ فيرد عليها يا ريت تجاوبيني بسرعة عشان الوضع اللي احنا فيه خطير. فبترد عليه أيوة أنا اتعلمت أعمل كده، لكن ما بتكملش كلامها إلا ويقاطعها ويقول لها طيب حلو قوي أنا هسيب عليك المهمة دي، ويسيبها ويمشي. الأميرة بيبقى ظاهر عليها التوتر، فيروح إيان يروح واحدة من الخدم اللي بيكونوا كلهم حاسين بالخوف وأجسامهم بترتعش ويقول لها أنا عاوز أسألك عن حاجة، هو في واحدة من الخدم جات لي هنا اسمها إيزابيل؟ فبترد الخادمة أيوة فعلا، هي المفروض اتعينت في واحد من القصور التابعة للقصر الإمبراطوري، لكنها طلبت إنها تيجي وعشان تخدم هنا وقت الحفلة وتشوفها. فيقول إيان في باله بالظبط زي ما توقعت، الهدف الأساسي ورا الانفجارات دي إنهم ينقذوا سيسيليا، لأنهم عارفين إن بمجرد ما يتفعل اتصال الطوارئ الكل هيتجمع في القصر، والبرج العاجي هيبقى شبه من غير حماية، فيقدروا يهجموا على البرج ويخرجوها من السجن بتاع البرج. بس أنا ما يهمنيش اللي هيحصل لسيسيليا، أنا كل اللي يهمني إن المعلومات بتاعتها اللي هي عارفاها ما توصلش للسائرين البردة. وبنروح للبرج العاجي وبالتحديد في السجن اللي فيه سيسيليا، وبنشوف إن في واحد لابس عباية ومغطي راسه وبيقرب منها ويقول لها عدى وقت طويل من آخر مرة اتقابلنا يا سيسيليا، ده أنا مش مصدق حتى إنك لسه عايشة. فتستغرب وبعدها تبص له وتقول له أنت مين؟ فيشيل غطا الراس ويقول لها أنا دانيال، ويكمل على فكرة انت احبطتيني قوي، ما كنتش متخيل ان واحدة زيك تقع بالسهولة دي. فبتقوم من مكانها تجري عليه وهي بتقول له بزعيق دانيال انت لازم تخرجني من هنا. فيرد اكيد هخرجك، بس الاول انا في حاجة عاوز اعرفها. فبتخاف وتقول له انا ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجة، الواد الحيوان اللي اسمه يان فيش ده هو اللي عارف لوحده كل حاجة عن السائرين البردة، حتى عارف غالبية المنضمين ليها. فيرد عليها انت متأكدة من الكلام ده؟ فترد عليه وهي بتحط ايديها على مكان علامة المانا اللي ايان اكد انها جاسوسة من خلالها، وتقول له ده حتى كمان عارف عن ختم المانا اللي حتى انا معرفش عنه حاجة. فيرد عليها بس المفروض ان الختم ده محدش يعرف عنه حاجة، حتى انا ما كنتش اعرف لحد ما المعلمين الكبار قالوا لي عليها بعد ما اتقبض عليكي. على العموم انت عندك حاجة تانية تقوليها؟ فترد عليه لا ده كل اللي عندي، ويلا خرجني من هنا ما تضيعش وقت بسرعة. فأي يتنهد ويقول لها انت شايفة كده، وبيفتح باب الزنزانة وهي بتبقى فرحانة بس بيكون على ملامحها القلق وهي بتبص لباب الزنزانة لما اتفتح، وهو ينادي عليها
وقبل ما ترد عليه بيكون هو دخل الزنزانة، وبحركة منه بنشوف إن الدم بينتشر حواليها في كل مكان، وهي بتبقى مصدومة، وهو بيبقى واقف باصص لها بكل برود وهو ماسك الخنجر اللي عليه دمها، وهي بتقع على الأرض قدامه، وهو يقول لها من ساعة ما البرج قبض عليكي وإحنا قعدنا فترة طويلة نفكر هنتصرف معاك إزاي. أصل ساحرة من الدرجة الثالثة زي كده إحنا لازم ناخد وقت في التفكير إذا كنا ننقذها ولا. وهي بتبقى واقعة على الأرض قدامه، وبتبقى ماسكة رقبتها تحاول توقف الدم اللي بينزل منها، وبيكون الدم بينزل من بقها كمان. ويكمل كلامه بعد ما بتقع بجسمها كله على الأرض جثة هامدة، ويقول بالظبط هو ده اللي وصلنا له بعد تفكير، ويبتسم ويكمل مع السلامة انت بقى. لكن فجأة بيسمع من وراه صوت بيقول له مع السلامة انت كمان، ويتلفت بسرعة ناحيته ويطلق الخنجر بتاعه ناحيته. وبنشوف ان صاحب الصوت ده بيبقى بطلنا، واللي بيتفادى الخنجر اللي بيخبط في الحيطة اللي وراه بعد ما عمل ليه خدش صغير في وشه. دانيال بيقول له انت مين بالظبط، بس بطلنا بيبقى واقف مربع ايده وبيبص له ببرود، وبعدين يبص لجثة سيسيليا على الارض اللي بتبقى غرقانة في دمها، وبعدين يقول له يا سلام انت خلصت على سيسيليا، انا مش عارف اقول لك انت ريحتني قد ايه باللي عملته ده. وبنشوف ان رجل دانيال بدأت تتحوط بالجليد، وبيبدأ التوتر يبان عليه. إيان يقول له وهو بيتحرك ناحيته بس واضح ان الحاجات الحلوة مش هتبقى واحدة بس النهاردة، لان انا دايما كنت بتمنى اقتلك بايديا. بيرفع دانيال ايده وبيبقى الجليد مغطي نص جسمه، ويقول له استنى بس، يعني هو انت هتستفيدي من قتلي؟ مش جايز الاحسن انك تسيبني عايش؟ فيرد عليه تسيبني عايش؟ ده انا ما صدقت الفرصة جات لي عشان انتقم لكل زمايلي اللي ماتوا على ايدك. دانيال بيرد بخوف ايه انت بتقول ايه؟ انا ما قتلتش حد من زمايلك. فيرد عليه ايوه ده ما حصلش دلوقتي فعلا، بس هيحصل بعد 10 سنين من دلوقتي. وبنشوف ان الجليد بدأ يوصل لراسه وبدأ يغطي جسمه كله. إيان يكمل انا وعدت نفسي بعد ما رجعت اني هصلح كل حاجة غلط حصلت قبل كده، وبيرفع ايده ناحية دانيال ويقضي عليه تماما، وبيقف يبص له هو على الارض، وبعدين يكشف عن مكان ختم المنى اللي عنده ويظهره ويقول لنفسه انا كده جهزت كل حاجة، واعتقد ان ده هيكون كفاية كدليل للبرج عاجي. وبيسمع بعدها إيان صوت حد جاي ناحيته، واللي بيطلع الساحر اللي مش طايقه معاه شوية سحرة من المرتبة الأقل، واللي بيتصدم من اللي هو شايفه ويقول لإيان أنيان فيج هو إيه اللي بيحصل بالظبط. بس ما بنعرفش ايه اللي حصل، لاننا بنروح لعند الامبراطور وبنشوفه هو قاعد على كرسي العرش ومتعصب جدا، وبيخبط بايده على الكرسي وهو بيكلم هربرت سيد البرج العاجي اللي بيكون واقف قدامه، ويقول له يعني ايه فهمني ازاي 2 من القصر الامبراطوري يختفوا وملهمش اثر؟ ازاي واحده من الخدم وسكرتير القصر يختفوا وانتوا كنتوا فين يا سيد البرج مع المجرمين اللي بينشروا القلق في القصر؟ وبتعملوا ايه انتوا نايمين على ودانكم ولا ايه؟ يا ريت تفسر لي الوضع ده يا سيد هربرت. والكلام ده بيبقى على مرأى ومسمع حضور من كبار السحرة والنبلاء والحاشية بتاعة القصر. ويكمل الامبراطور كلامه من غير ما يدي فرصة لهربرت انه يرد ويقول له هو مش انت برضو اللي اتعهدت بانك هتقضي على كل الفساد الموجود في الامبراطورية، وانك بنفسك انت والبرج هتتولوا مسؤولية البحث عن الجواسيس؟ انا من النهارده ما عدتش باثق في البرج العاجي، ومش بس كده، كل اللي كانوا سبب في التقصير وخلوا الامور تبقى بالشكل ده انا من النهارده بعلن سحب الصلاحيات اللي اخدتوها بخصوص التحقيق في الموضوع ده. ومن دلوقتي يا سيد البرج لازم تشارك المعلومات والملفات اللي جمعتوها بخصوص الموضوع ده مع الفرسان والجنود، انت فاهمني؟ وسيد البرج بيرد عليه تمام سموك، انا هنفذ كل اوامرك. فبيشاور له الامبراطور بايده انه يمشي من قدامه، وهو مش عاوز يبص له من كتر ما هو متضايق منه، وهو بيقول له دلوقتي معاك الاذن انك تمشي لانه قدامك حاجات كتير تعملها. فينحني سيد البرج تحية للامبراطور وبعدها بيمشي، وبيدخل واحد من خدم القصر ويقول سموك الساحر إيان فيج بيطلب الإذن للدخول لتقديم التحية لجلالتك. بيدخل إيان والإمبراطور بيرحب بيه ويقول له أهلا بيك يا سيد الشمال إيان فيج. وإيان جاي يقف قدام الإمبراطور وينحني ليه ويحييه. الإمبراطور بيكمل شكرا ليك على تدخلك المرة دي، كمان بفضل مجهودك قدرنا نحمي الإمبراطورية من خطر الجواسيس مرة تانية، من غير مجهوداتك دي كان زمان تم اختراق الإمبراطورية وتسريب معلومات في غاية الأهمية عنها من خلال أعداء مجهولين، واللي كانت بدورها هتحط الإمبراطورية والعيلة الإمبراطورية في وضع محرج قدام العالم. وعشان كده احنا عمرنا ما هننسى مساهمتك في الحادثة الأخيرة دي. وبنشوف خادم واقف قدام بطلنا وبيقدم ليه شنطة مفتوحة، وإيان بيبقى مستغرب منها، والإمبراطور يكمل كلامه ويقول له أنا عاوز بصفة شخصية أقدم لك حاجة على مجهودك كشكر مني ليك، والهدية دي تبقى. وبنشوف إن الشنطة فيها عباية زي اللي بيلبسها السحرة، ويكمل الإمبراطور العباية دي تعتبر هي آخر أثر موجود من جد الساحر الوحيد للعيلة الإمبراطورية ميشيل جرين ريفر،
وعشان قيمتها أنا ما أقدرش أمنحها لأي حد خارج العيلة الإمبراطورية، فتقدر تعتبرها إنها هدية على سبيل الإعارة لحد يوم ما ماتك أو لحد ما أنت تقول أنا ما عدتش محتاجها. وبيعرفنا إيان عن ميشيل جرين ريفر إنه الساحر الأول والأخير لإمبراطورية جرين ريفر من النسل الإمبراطوري، وإنه البطل اللي أنقذ الإمبراطورية وقدر إنه يحكم البرج العاجي بقدراته السحرية المميزة، وإنه عرف عن العباية بتاعته دي من حياته السابقة إنها تعتبر عنصر ملوش مثيل. ويكمل الإمبراطور كلامه: أنا إيه رأيك بما إنها مجرد عباية ومش هتحتاج تغير هدومك عشان تلبسها، تحب تجربها دلوقتي؟ وفعلا بطلنا ما بيكدبش خضر وكأنه ما صدق وقام جاي واخدها لابسها على طول. بيضحك الإمبراطور على منظر بطلنا بعد ما لبس العباية لأنها بتكون كبيرة عليه، ويقول له: هي شكلها كبيرة عليك شوية، لكن أكيد لما تبقى على مقاسك هيكون شكلها لايق أكتر عليك. وإيان بيكون بيقول في باله: يا سلام على دي هدية عباية منقوش عليها تعاويذ سحرية. ويرد على الإمبراطور بعدها وهو على وشه الفرحة من الهدية: أنا هحاول أخليها على مقاسي دلوقتي. وبيستخدم السحر وفجأة العباية بتصغر وتبقى على مقاس بطلنا بالظبط، وكل اللي واقفين بيبقوا مبهورين ومش مصدقين اللي حصل، وبيتسالوا ما بينهم عن انه ازاي قادر انه يعمل كده. بنشوف الامبراطور اللي حط رجل على رجل وايده تحت دقنه وباين عليه بانه معجب بقدرات ايان جدا ومبسوط منها، وهو بيقول له: كده شكلها بقى حلو عليك فعلا، لا وكمان لونها الازرق ماشي مع لون عينك. فبينزل ايان على ركبه ويقدم الاحترام للامبراطور وبيشكره على الهديه اللي قدمها له. بنروح بعدها لبره القصر وبنشوف الأميرة وهي بتنادي على إيان، واللي لما بينتبه ليها بينحني ويقدم ليها الاحترام ويرحب بيها، وهي بترد: مفيش داعي للرسميات دي. وبيبقى باين عليها التوتر وهي بتقوله: فبيقاطعها إيان: أنا عاوز أعتذر ليكي عن الطريقة اللي اتكلمت بيها معاك يوم الحادثة، ولكن الوضع اللي كنا فيه خلاني مش مدرك لكلامي كويس، وممكن أكون اتسببت في تقليل احترامك أو حاجة زي كده، فأنا بقرر اعتذاري ليكي عن اليوم ده. فهي بتتوتر اكتر وتقول له: لا الموضوع مش كده، انا في حاجه عاوز اقولك عليها. فبيقاطعها ايان وهو موطي صوته وبيحط صباعه على بقه علشان يطمنها ان سر استخدامها للسحل هيبقى سر بينهم، ويقول لها: وكمان انا عاوزك تطمني اللي قلقانه منها مش هيحصل. فبيبان الراحه والسعاده على وشها من كلامه ده، وبيقطع لحظاتهم دي حد بيقرب منهم وبيقول: عملت انجازات هايله جدا يا سيد ايان. واللي اول ما بيسمع الصوت بيتجمد مكانه من الصدمه، وبيكون صاحب الصوت هو الامير راجنر، واللي بيكمل كلامه ويقول له: كل الشكر ليك على اللي عملته عشان تحافظ على سلامه الامبراطوريه والعيله الامبراطوريه، زي ما جلاله الامبراطور قال انك بذلت كل ما عندك في الحادثه الاخيره دي. اعذرني اني ما عرفتكش نفسي، بس الاكيد انك عارف اصلا انا مين. وايام يبقى بيبص له وملامحه بتبقى متجمده من الصدمه ولسانه عاجز عن النطق باي كلمه. فالامير يكمل كلامه: بس خليني برضو اعرفك رسميا بنفسي، انا راجنر جرين ريفر، الابن الخامس لجلاله الامبراطور. وايام بيبقى في عالم تاني اصلا من ذكريات حياته اللي فاتت، وبيقول لنفسه: يا صديقي القديم. وهو بيفتكر ليله لما اداله الكاس المسموم وقتله، وهنا لما كان بيترجعه عشان بس يسيبه يعيش في حاله ومرضاش يسيبه. كل ده وملامح صدمه اللقاء من تاني بتبقى لسه على وش بطلنا. وراجنر يكمل كلامه: انا كان نفسي ابارك ليك بشكل احسن من كده على منصبك الجديد وسط الصحراء المرتبه العليا في البرج العاجي، لكن انا ما عنديش وقت كفايه دلوقتي. وايام بيبقى لسه متجمد مكانه وهو بيبص له وبيفكر مع نفسه انه من بدري انه يقابله، اللي الموضوع ده ما كانش المفروض يحصل بالسرعه دي. ويكمل راجنر كلامه: لكن انا عاوز اقدم لك الشكر والتقدير بالشكل المناسب على انجازاتك في حمايه الامبراطوريه من خطر الجواسيس في مقاطعه موجليان، وعشان كده انا عاوز ادعيك للغدا النهارده، اتمنى يكون عندك الوقت عشان تلبي رغبتي. ايام بيحاول يتملك اعصابه عشان يقدر يرد عليه، لكن ما بيلحقش لان الاميره بتقف قدامه وبترفع ايديها عشان تمنعه من الرد، وهو بيبقى مستغرب منها. لكن هي بترد على راجنر وتقول له: انا اسفه لراجنر، بس هو عنده دعوه مني على الغدا النهارده معايا. فبيبتسم ليها راجنر ويرد: بما ان الموضوع كده يبقى اتمنى لو ينفع تقبل دعوتي بكره على الغدا. فبينحنق يان احترام للامير ويرد: انا اسف جدا يا سمو الامير، لكن انا ما عنديش وقت متاح. فبيبص راجنر للاميره وهي بتكون بتبص له من غير اي كلام، وبيكمل راجنر: باين كده ان حظي وحش، لكن انا عاوزك تتاكد اني بتطلع للقاءنا سوا عشان اقدر اشكرك بشكل مناسب. سعيد بمقابلتك يا سيد ايان. واللي بيبقى واقف بيبص له مش بيرد، وهو بياخد الحراس بتاعته ويمشوا، وايان والاميره بيفضلوا واقفين بصين عليه وساكتين. وبتقطع الصمت ده الاميره وهي بتنادي عليه وتقول له: انا اسفه يا سيد ايان، انا تكلمت من غير ما افكر او اخد اذنك في حاجه تخصك. فهو يرد: لا مش مهم. وبيبص ناحيه راجنر وهو ماشي ويقول في باله انه يقابله بدري عن حياته السابقه بسنتين، وهو دلوقتي يعتبر ولا حاجه لسه غير انه مجرد امير بيخفي نواياه الطماعه في الحكم. معرفش هتبقى حاجه كويسه ليا ولا لا، لكن على اي حال انا اللي هوقف طموحاته دي قبل ما يبدا حتى يوسع نفوذه او يفكر يخطي خطوه واحده في طريقه ده، وهفضل وراه لحد ما يختفي تماما.
تأكد يا راجنر إني أنا اللي هكون عدوك في الحياة دي. بيعدي 5 سنين وبنشوف الأمير هايدن وهو قاعد في المكتبة بتاعة القصر ماسك كتاب بيقرا فيه وبيقول لنفسه أنا مش فاهم أي حاجة من اللي مكتوبة في الكتاب ده، يعني اللي كتبه ما كانش قادر يكتبه بأسلوب يخلي اللي يقرا يفهم بسهولة. أنا نفسي أعرف مين اللي كتب الكتاب بالمنظر المعقد ده. فبيرد عليه الموظف بتاع المكتبة ويقول له يا سمور الأمير أنا عاوز أقول لك إن اللي كتب الكتاب ده هو الإمبراطور الأول لجرين ريفر، واللي بيشرح إزاي تقوم بدورك كويس كوارث للعرش وبيقدم تعليمات مهمة لوريث العرش. وبيبان على هايدن الحيرة من كتر الكتب اللي المفروض يقراها. فيكمل موظف المكتبة كلامه وكمان انت لازم تتعلم تاريخ وفلسفة واقتصاد وسياسة وكمان علم الاجتماع. والأمير بيبقى عمال يبص للكتب وهو محتاس خالص ومش عارف يعمل ايه، لأن أصلا موظف المكتبة كل شوية يجيب كتب أكتر ويحطها قدامه، وبعد ما يحط قدامه آخر مجموعة من الكتب بيقول له دي كل الكتب اللي لازم تقراها. فبيتعصب الأمير ويعمل زي العيال الصغيرة اللي بتبقى مش عاوزة تذاكر ويقول له لا أنا زهقت ومش هقرا أي حاجة تاني، وبعدين أصلا النهارده مش ميعاد الدرس بتاعي. فمين المكتبة بيبقى واقف قدامه بيعيط ويقول يا سبوك، ويكمل في باله يا عم انت لو ما قريتش الحاجات دي ابوك الامبراطور هينفخني. والامير بيبص لنائب قائد الفرسان اللي واقف جنبه ويقول له هو مش النهارده يعتبر اخر يوم في تدريبات القائد اوليفر وايان؟ فيرد ايوه يا سموك. فيرد الامير طيب يلا عشان نروح نشوفهم، اكيد هم لسه هيبداوا دلوقتي. وامين المكتبة بيبقى واقف بيعيط من اللي هيعمله فيه الامبراطور بعد ما هايدن ساب الكتب وقام مشي. وبنروح لأرض التدريب الرئيسية الخاصة بالقاعدة الأساسية الملكية التانية للفرسان، واللي بيبقى فيه زي ضباب كده مغطيها، وبنشوف القائد أوليفر واقف مغمض عينه وهو بيتنهد وبيستعد بسيفه وهو بيقول في باله أنا لازم أحافظ على قسمي بإني أفضل صامد للنهاية. وبعدها بيفتح عينه عشان يتصدى لهجوم الرماح الجليدية اللي منطلقة ناحيته، وبيتحرك من مكانه بسرعة عشان يتفادى الرماح الجليدية، وبينجح فعلا إنه يتفاداها كلها بسرعة حركته ورشاقته. لكن الموضوع ما بيوقفش لحد كده، لأنه بعد ما بيخلص من الرماح الجليدية بيلاقي رماح صخرية بتطلع من الأرض، وهو بيقف يبص عليها ويبدأ في حركته من تاني ويستغل الرماح الصخرية ويفضل ينط عليها من واحدة للتانية عشان يتفاداها، وبيقدر فعلا يعمل كده. وبيقف بعدها وهو بيقول في باله اللي بعده، ويا ريته ما قالها لأننا بنشوف اللي بعده ده هو القذيفة النارية المنطلقة ناحيته واللي بتكون ضخمة جدا، وهو بيبقى مصدوم من حجمها وبيستعد بسيفه عشان يتصدى ليها، وبيقدر فعلا بعد كام تلويحة بسيفه انه يتخلص من القذيفة دي، وهو بيقول لنفسه انا لازم اوصل له الساحر ده المرة دي. ولما بيقدر يعدي من القذيفة بيشوف إيان اللي كبر وبيبقى واقف لابس العباية اللي اداها له الامبراطور بكل فخامة. فبينطلق إيان ناحية أوليفر بسيفه، وبيقدر فعلا يوصل ليه بسيفه ويحط السيف على صدر بطلنا اللي بيكون واقف من غير أي حركة، لكنه بيتصدم لأنه بيلاقي اللي حاطط صابعه في ظهره وبيقول له حلو اللي انت عملته ده. وبيظهر ان بطلنا اصلا هو اللي واقف وراه ده، وبيفضل اوليفر مصدوم وما بيتكلمش شويه. بعدها يبص بطرف عينه لايان اللي واقف وراه ويقول له ده انا حتى مش قادر اخربشك. فيرد ايان وهو بيبتسم له ويقول له خربوش اللي بتتكلم عنه وانت موجه سيفك ناحيه قلبي، ده لو كنت جرحتني كان زماني ميت. فبيسلموا على بعض واوليفر يقول له انا متشكر لك ليك على مساعدتك ليا طول السنين اللي فاتت. فيرد لا ما تشغلش بالك، ده كان مقابل العقد. فيرد اوليفر بس التدريب والحاجات اللي انت عملتها معايا قيمتها اكتر بكتير من العقد. فيرد عليه اكيد لو قارنا بقدراتك دلوقتي ومن 5 سنين الفرق الكبير هيكون واضح. ويقول في باله يا جدع ده انت قدرت تتصدى للقذيفه الناريه بمجرد سيف حديدي. فيقول له اوليفر ايان هو انا ينفع اسالك عن حاجه؟ فيرد اكيد ينفع. فيساله هو انت قوتك وصلت لحد فين دلوقتي؟ فبيستغرب ايان من سؤاله، بعدين يقول له مش بالشكل اللي في دماغك. وبيعرفنا ايان انه دلوقتي بقى ساحر من الدرجه ال5، وانه في حياته السابقه قادر يوصل للدرجه ال5 وهو عنده 26 سنه. عشان كده المرحله اللي وصل لها في عمره الحالي تعتبر تطور هائل جدا بسبب قدرات جسمه في سنه الحالي، واللي اعتقد يعني يا شباب او المفروض يبقى يا 17 يا 19، لان هو مره الكاتب كان قال ان هو عنده 12 ومره كان 14، فكده او كده مش فارقه. خلينا نكمل. ويكمل ايان انه كان نفسه يقدر يوصل للدرجه الثابته لكنه ما يقدرش يعمل كده ولا يضغط على جسمه وقلبه بالمانع، فعشان كده بيشوف ان التقدم اللي وصل له ده مناسب جدا لجسمه وسنه الحاليين، وبيضر كل ده في بال بطلنا. ويقف يبص لايده ويقول في باله انا بس كل اللي بتمناه ان جسمي ينمو للحد اللي انا عاوزه في اقرب وقت. وبيقاطع تفكيره صوت حد بيقول بعد ما سمع كلام ايان عن قوته واو زي ما هو متوقع من اعظم ساحر في الامبراطوريه.
وبينتبه إيان وأوليفر لصاحب الصوت واللي بيكون الأمير هايدن ومع نائب قائد الفرسان، فبيحيي إيان والأمير يكمل: أنا سمعت إن النهارده هو آخر يوم تدريب ليكوا انتوا الاتنين، وبيتحمس قوي ويضم إيديه على بعض ويكمل: أنا شايف إنها مناسبة سعيدة تخلينا نقعد نفطر مع بعض، وأوعدكم إن هقدم لكم وجبة حلوة جدا تليق بالتطور الكبير اللي وصل ليه دراع اليمين والشمال. فبيعتذر لإيان ويقول له: معلش بس النهارده هو آخر يوم ليا في التعليم في البرج العاجي، وبعدها يتم تسليم المهمات والمسؤوليات اللي المفروض أتولاها كواحد من سحرة المرتبة الأعلى، وعشان كده أنا لازم أمشي حالا عشان أقابل سيد البرج. فبيحس الأمير بالإحباط ويقول له: واضح كده إن مش هيبقى برايا أي حاجة أعملها، على أي حال روح شوف هتعمل إيه دلوقتي وخلينا نبقى ناكل سوا مرة تانية. فبينحني لإيان وهو بيقول له: أنا هحاول أفضي نفسي في أقرب وقت وأرجع لكم. وفجأة بيفعل طاقته السحرية ويطير في الهواء، وبعدها بيبص لهم ويودعهم ويمشي وهم بيفضلوا واقفين يبصوا له. والأمير بيقول: الطيران ده بسبب النقوش السحرية اللي على العباية اللي أبويا اداها له هدية. أنا معرفش أي حاجة تانية عن العباية دي، لكن الأكيد إن بحسده إنه قادر يطير بسببها. وبعدين ينادي القائد أوليفر اللي بيقول: أوامر سماوك. فالأمير يقول له: من اللي أنا شايفه أنت وإيان بقى قريبين جدا من بعض، قول لي وصلت لإيه؟ هل دلوقتي بقيت تقدر تتصدى للسحرة؟ فيرد أوليفر: السؤال ده ليها إجابتين. الأول بالنسبة لإيان أنا ما أقدرش أخدشه ولا خدش، والفرق في القوة بيننا هيفضل دايما بعيد. فيرد الأمير: طب وبالنسبة لبقية السحرة؟ فيبتسم أوليفر بثقة ويقول له: لا ما تقلقش، بقوا في المتناول. بنروح بعدها لعند البرج العاجي، وإيان بيدخل مكتب سيد البرج هيربرت واللي بيرحب بيه، وإيان بينحني ليه ويحييه هو كمان. وسيد البرج بيبقى واقف وساند على مكتبه ويقول له: الواحد حاسس بإحساس غريب ومش مصدق إن الولد الموهوب الصغير من الشمال اللي أخباره وصلت لي من يوم واحد بس وما عداش 5 سنين ولا حاجة، خصوصا إنك لسه زي ما أنت ما اتغيرتش. ويضحك ويكمل: كبرت وبقيت شاب ناضج بالفعل، واضح ان انا كمان كبرت معاك. فيرد ايان: انت كمان لسه زي ما انت بالنسبه لي ما كبرتش، وبتمنى انك تفضل كده لعقود قدام. وبنشوف هيربرت وهو ماسك تقارير خاصه ببطلنا ويقول له: مذهل اني في كل مكان ما بقراش وما بسمعش عنك غير الاشادات. انت بجد نعمه كبيره حلت على الامبراطوريه والبرج العاجي، حتى ان كل زمايلك الاصغر منك بيتمنوا لو يقابلوك. انا شايف انك بقيت قدوه، كل السحرة بيتمنوا يبقوا زيك. فيرد ايان: انت بتمتحني بشكل كبير قوي يا سيدي. فيرد عليه: كل مدح في محله، وكده كده الايام اللي جايه هتكون كافيه عشان تاكد الكلام ده. طبعا زي ما انت عارف النهارده هو اخر يوم لتعليمك في البرج. ويكمل: لو انت كنت مجرد طالب عادي في الاكاديميه، فمن المفترض بعد ما تتخرج في اليوم الاخير يتم ارسالك الى خارج المقاطعه، لكن انت حاله مختلفه. كل اللي هنعمله اننا نقعد نتكلم مع بعض شويه. اعتقد ان ده مخيب للامال بالنسبه ليك شويه. فيرد ايان: ابدا ما تقولش كده، ده شرف ليا. فيرد عليه: انا بشكرك على كلامك الجميل ده، انا ببارك ليك على انك بقيت ساحر رسميا وجاهز عشان تتولى مهامك. وبيقدم ليه شارة ويقول له: دي الشارة اللي بتعبر عن مكانتك وسلطتك، واللي بيها تقدر تتحرك في اي مكان وتتحكم في الجنود وكمان المواطنين زي ما تحب. من الممكن انك في المستقبل تستخدمها كتير. فبياخد ايان منه الشارة ويقول له: هو في اماكن كتير محتاجة لساحر من المرتبة الاعلى؟ فيرد: واضح انك متحمس جدا للخدمة بعد تخرجك. زي ما انت عارف اننا ما عندناش عدد كبير من سحرة المرتبة الاعلى، ده حتى هيلين اختفت. انا ما كنتش عاوز اتقل عليك، لكن فعلا احنا محتاجين مساعدتك ضروري. فيرد ايان: ده معناه ان في شغل كتير مستنيني. فيضحك هيربرت ويرد: اكيد انت عارف انك دلوقتي تعتبر الساحر الاقوى والافضل في البرج، فعشان كده هتكون عليك مسؤوليات كتيره. وبيبدا يفعل قوته، يخرج من ايده بالمانه مجموعه من التقارير والمهمات عن المناطق اللي ممكن يخدم فيها. وهو بيكمل: وعشان دي اول مره ليك انا هسيبك انت تختار بنفسك المكان اللي تخدم فيه. وبيقعد يعني يبص على المهمات اللي عرضها ليه سيد البرج عشان يختار منها. والأولى بتكون مقاطعة روديمير اللي فيها أكبر ميناء في الإمبراطورية، والتانية بنسون ودي المدينة صاحبة أعلى إنتاج من الحديد في الإمبراطورية. وبعدين بيلفت انتباهه تقرير عن مكان معين وهي مقاطعة فريك، ودي هي المقاطعة اللي في المنطقة الشمالية اللي كان بيخدم فيها في حياته السابقة، واللي راحها لما السحر اللي كان فيها اتعرض لحادثة ومات وأخذ هو مكانه. وبيقف يبص ليها شوية وبعدين يختارها. فيقول له هيربرت: المقاطعة دي فعلا هي تعتبر أكتر مقاطعة محتاجة المساعدة، حتى بعد ما بعتنا 2 سحرة من الدرجة الثالثة معاهم شوية جنود، إلا إنهم برضو ما كانوش كفاية، لأن الوحوش بتهاجم عليهم من كل الغابات اللي حوالين المقاطعة باستمرار. وبيمدله إيده بورقة ويكمل: هتلاقي كل التفاصيل اللي هتحتاجها هنا. هل هتقدر تلبي طلب مساعدتهم النهاردة؟ لو أنت هترفض مفيش مشكلة، أنا ممكن أشوف. لكن يام بيقطعه يقول له: لا أنا هروح لهم. بنتنقل بعدها للقصر اللي عايش فيه بطلنا، وبنشوف دوجلاس وهو بياكله مستغرب من كلام بطلنا، وبيقول له: بجد انت هتروح لمقاطع فريك في اول يوم ليك بعد التخرج؟ ازاي هتعمل كده؟ المكان ده مليان ولسه هيكمل ويقول وحوش، بيلاقيه متعصب ويبص له عشان يسكت.
وبنعرف انه عمل كده عشان خاطر امه ما تقلقش عليه، واللي اصلا بعد ما بتسمع الكلام بتساله هو المكان ده مش هيبقى خطر عليك؟ فيرد لا ما تقلقيش، هو مش خطر قوي، بعدين دي حاله طارئه هخلصها وارجع بعد كام شهر كده. وهي بتبقى حاسه بالحزن والخوف عليه وتقول له تمام، بس بعد ما تمشي انا هحس ان المكان الكبير ده هيبقى فاضي عليا. فهو بيطمنها ويقول لها ما تقلقيش، انا هحاول ارجع في اقرب وقت. فينط دوجلاس في الكلام ويقول له يا قائدي، ممكن قبل ما تمشي تجرب الاكسير الجديد اللي انا عملته؟ وابوه راديو بيبقى باصص له مستغرب وبيبقى الاكل في بقه، ودوجلاس يكمل انا عملت حاجه انما ايه اخر وجاهه، انا متاكد انها تعجبك وهتساعدك كمان في مهمتك. فابوه يقطعه ويقول له بقول لك ايه يا دوجلاس، انت كبرت خلاص بقى، مش المفروض تبطل تقول لي ايه يا قائد؟ فيرد ليه بس، هو في حاجه غلط فيها ولا ايه؟ فيقعد يفكر ويقول طيب ايه رايكم انادي ليه وايام بيبقى بيشرب ويبص له وبيبقى مستني يسمع هو هينادي ليه بايه. فدوجلاس يكمل ايه رايكم في اخويا، واللي اول ما بيسمعها بيتف الميه اللي كان بيشربها في وشه. وكلهم بيقعدوا يبصوا لدوجلاس وهم مستغربين ومش مصدقين اللي بيقوله، وهو ما بيستناش فبيضحك ويقول له اخويا ايان. وايان بيبقى عيني مصدوم ومش مصدق ان اللي قدامه واللي على طول بيهزر وشكله طيب وبريء يبقى هو نفسه دوجلاس اللي عرفه في حياته السابقه. وبعدها امه بتنبسط وتقول لدوجلاس حاجه حلوه انك تاخد لقب الاخ الصغير ده، يعني كده يبقى عندي ابني كمان. وايان بيبقى هيتجلط لما بيسمعها بتقول كده، فبيحس راديو بالكسوف ووشه يحمر ويقول بتوتر سيده فينيسا انت قصدك ايه بالكلام ده؟ وايام بيقول في باله هو الجدع ده يتكسف ووشه احمر كده ليه؟ لا انا كده هقلق على ست الحبايب. وراديو بيقعد يخم على دوجلاس ويقول له ولا انت احترم نفسك وناديله بالسيد ايان. فيرد يا بابا احنا عايشين تحت سقف واحد ونعتبر عيله واحده. فيرد هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت ناس اننا نعتبر ضيوف هنا؟ مش لازم تسدد دينك بتاع قعدتك هنا قبل ما تقول كده؟ فيرد لا ما تقولش واحد عبقري زي هيشتغل خدام هنا في القصر عشان يسدد دينه ولا ايه؟ فيرد عليه اقعد ياض انت عبقري ايه بتاع ايه؟ فيرد ايوه عبقري. فبتقعد ام بطلنا تضحك على الخناقه اللي دايره بينهم، وايام بيبقى قاعد بيبص لامه وهو شايفها مبسوطه وبتضحك وبيقول في باله بيتهيالي ده اللي كنت بتمناه، اشوفها مبسوطه كده والسعيده وعايشه كويس. وبعدين يرد على دوجلاس ولا ما تقوليش اخويا ابو بطار، مفيش الكلام ده. عندك يا صديقي، لازم دلوقتي نفتكر إخواتنا واللي بيحصل فيهم ونحاول نشاركهم ولو باللسان، وهو أضعف الإيمان، وندعي ليهم ونساعد باللي نقدر عليه. بس كده، صل على النبي ويلا نكمل. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب تعليقك الجميل برأيك في القصة. بنكمل بعد أسبوع يوم سفر إيان لمقاطعة فريك، وقبل ما يتحرك يلاقي راديو بينادي عليه ويقول له خلاص أنت جهزت كل حاجة ولا لسه في حاجة ناقصاك قبل ما امشي؟ وبعد ما بيتأكد إنه خلاص جاهز بيسأله إذا كان هيتحرك مباشر على المقاطعة ولا هيروح مكان الأول. فيرد إيان لا، في الأول أنا هعدي على البرج العاجي عشان أسلم على سيد البرج، وبعدين هروح على هناك على طول. وبعدين أنت عملت إيه في الفخاخ اللي أنا عملتها في القصر؟ فبيضحك راديو ويقول له أنا مش عاوزك تقلق، أنا فاكر اللي أنت شرحته لي امبارح، وكمان مش عاوزك تقلق على السيدة فينيسا، أنا هحميها بحياتي. فبيتنهد إيان ويرد أنا بتمنى إنك ما تحتاجش ليها. فيناديله دوجلاس يا أخويا، ولما بيلاقي إيان اتضايق يقول له أقصد يا قائد، وبعدها يقدم ليه إزازة إكسير ويقول له أنا جربت أعمل النسخة الخاصة بيا من الإكسير اللي بابا كان عمله ليك. فإيان بياخده ويبص له باستغراب، ودوجلاس يكمل بصوت واطي وهو بيقرب من إيان واللي بيبقى مستغرب منه ويقول له مش عاوز أقول لك إنها كمان أحسن من اللي بابا بيعملها. فبيشكره إيان ويقول إن دوجلاس رغم إنه لسه قدامه 3 سنين على تخرجه من أكاديمية الكيمياء الإمبراطورية، إلا إنه بسبب مهاراته وقدراته بقى مرشح فعلا لمنصب الكيمياء الإمبراطوري. وبنرجع تاني الراديو اللي بيضرب دوجلاس على دماغه ويقول له لسه بدري عليك ياض انت على ما تعمل أكاسير أحسن مني. وإيان بيبص لإزازة الإكسير ويقول في باله وهو على وشه ابتسامة أكيد الإكسير ده هيبقى فعلا أحسن من اللي بيعمله بوه. فدوجلاس يقول له يا قائد، هو انت تستخدم العباية وتطير على مقاطعة فريك؟ فيرد لا، أنا هركب في العربية لحد ما أخرج من العاصمة، لأن أنا مش عاوز ألفت انتباه كتير من الناس. وقبل ما يتحرك بتيجي أمه بسرعة وهي معاه صندوق فيه أكل ليه وتنادي عليه، فبينتبه لها ويبص ليها وياخد منها الأكل، وهي تقول له خد دول معاك، الطريق طويل وأكيد هتحتاج حاجة تاكلها، أنا جهزت لك كمية تكفيك وزيادة. وإيان بيبقى مستغرب من الصندوق وكل الحاجات اللي أمه بتقوله عليها إنها حطها فيه، اللي بتقول له أنا حطيت لك في الأول الأكل اللي أنت بتاكله النهاردة، وبعدين هتلاقي أكل تاني وفواكه مجففة تاكلها بقية الأيام، وكمان عملت لك الفاصوليا الحمراء اللي أنت بتحبها. فبيشكرها ويقول لها إنه هياكل كل اللي هي عملته عشانه، وهي بتقرب منه وتحضنه وتقول له أنا عاوزاك تخلي بالك من نفسك وما تنساش أكلك.
وهو في الأول بيبقى مستغرب من موقفها وحضنها لأنه ما تعودش على الحاجات دي في حياته السابقة، لأن أمه ماتت بعد ما انضم لأكاديمية السحر بسنة بسبب مرضها. ولما بيستوعب الموقف بيضم ايديه عليها هو كمان ويحضنها ويقول لها حاضر يا ماما، وبعدين ما تقلقيش أنا هرجع في أقرب وقت. وبعديها بيودعهم كلهم ويركب العربية ويتحرك بيها، وهم بيبقوا واقفين كلهم يبص عليه وهو ماشي. وإيان وهو في العربية بيبقى حاسس بالقلق على أمه وبيحاول يطمنها ويقول أنا لازم أصدق إن دلوقتي وباللي بعمله أمي في أمان، حتى لو أنا مش هبقى موجود جنبها. وبنعرف إن القصر اللي أمه عايشة فيه بيبقى أصلا تحت حماية الإمبراطورية، وكده كده المدينة مستوى الجريمة فيها قليل، لكن كنوع من أنواع الاحتياط الزيادة فهو جاهز فخ من المانع محدش يعرف عنه حاجة ولا يقدر يفعله غير راديو ودوجلاس وأمه. وبيشوف إن بكده هو ما عادش محتاج يقلق، وإنه حاول يحميهم بقدر الإمكان من أي خطر هيقابلهم. وبعدين يفتكر مقاطعة فريك ويقول في باله أنا راجع لك من تاني بعد ما عدى 25 سنة على آخر مرة كنت هناك. وبنروح لمقاطعة فريك وبنشوف الدنيا هناك مقلوبة بسبب هجوم وحوش الأفاريت والغيران على المقاطعة، والوضع بيبقى أسوأ حالاته، والجنود بيحاولوا بكل قوتهم يوقفوا زحف الوحوش ناحيتهم. وبنشوف قائد الجنود وهو بيزعق في جنود وبيحاول يحمسهم عشان يفضلوا صامدين في وش الوحوش، ويقول لهم أنا عاوزكم تقطعوا رؤوسهم بدل المرة 100 مرة وما تسيبوش حد فيهم وتجيبوهم ليا، انتوا فاهمين؟ أنا مش عاوز حد فيكم يحلم حتى بالموت قبل ما يعمل اللي بقول عليه، يلا يا رجالة. وبنشوف الجنود وهم بيهجموا بكل قوتهم على الوحوش، ومن فوقهم بيبقى في أسهم منطلقة ناحية الوحوش. وفجأة بيجي جندي بحصانه بسرعة وهو بينادي على القائد، ولما القائد بينتبه له بيقول له في إيه؟ وأول ما بيقرب منه بينزل من على الحصان ويجري ناحيته وهو بيقول له مصيبة يا قائد مصيبة. فيرد ما تنطق يا ابني بسرعة في إيه؟ فيرد قوات الدعم يا قائد اللي على الجبهة الخلفية تم مهاجمتها من وحوش الغيلان اللي قدرت تتسلق الجبل قبل كده. فبيتفزع القائد ويقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ويبص على الوحوش اللي بتهاجمهم ويقول في باله ازاي يقدروا يهاجموا الخطوط الخلفية بتاعتنا؟ وبعدها ينادي على الجنود ويقول لهم الوحدة الثانية والثالثة خليكم واقفين على البوابة مع السحرة، والوحدة الأولى تعالوا معايا بسرعة. فيردوا تمام يا فندم، وهو يكمل يلا بينا يا رجالة احنا اللي هنتصدى للغيلان اللي بتهاجم الجبهة الخلفية. وبينطلق هو والوحدة الأولى على الأحصنة ناحية الجبهة الخلفية، وهو بيفكر مع نفسه ويقول شوية الوحوش الأغبياء دول ذكائهم محدود لكن مشكلتهم انهم بيتحركوا في مجموعات كبيرة مع بعض. بيتهيألي ان الجنود المتدربين بشكل كويس هيقدروا يسيطروا على الوضع، انا بس اللي قلقني ان بسبب عددهم ده يقدروا يخلصوا على وحدة الدعم في الخطوط الخلفية قبل ما نوصل لهم. وبيبقى مكمل في طريقه وهو بيدعي ربنا انه يقدر يوصل في الوقت المناسب، ولما خلاص بيكون قرب يوصل بيتفاجئ ان الدنيا بتمطر تلج، فبيقف يستغرب ويقول في باله تلج ازاي وما نمت والتلج بينزل في الشرق؟ ويفضل متنح ومستغرب من اللي هو شايفه، والغابة كلها قدامه بتبقى متغطية بضباب وبتلج وكتل جليدية كبيرة، واللي كل ما بيقربوا منها بيبان ليهم حجمها الضخم، ولما بيقربوا أكتر بيلاقوا إن الكتل الجليدية جواها وحوش الغيلان الكبيرة متجمدة. وبيبقى قائد الجنود مش مصدق اللي عينه شايفاه وبيقول هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ وطبعا يا اخواتي احنا عارفين مين اللي عمل في الوحوش كده. ولما القائد بيدقق النظر اكتر بيلاقي ان في شخص واقف على واحده من الكتل الجليديه وفجأة بيختفي من مكانه بسرعه، وبنشوف بقيه الوحوش كلهم على الارض ميتين بسبب الرماح الجليديه اللي بتبقى مليانه المكان كله هي كمان. وبنشوف كتله جليديه كبيره معموله سد على المكان اللي كان بيدخل منهم الوحوش، وبعدها بينزل بطن على الارض وهو موطي راسه واول يقف على الارض، والقائد بيقول له عارف نفسك؟ فيرد إيان أنا سمعت إنكم محتاجين لمساعدة. فبيستغرب القائد وبعدها ينزل غطا الراس ويظهر الشارع اللي سال البرج اداهاله ويقول له أنا إيان فيج ساحر المرتبة الأعلى اللي تم تعيينه في المنطقة الجديد من البرج العاجي. فيكرر الفارس الاسم تاني ويقول له أنت قصدك السيد موحر النبيل من مقاطعة موجليان الشمالية؟ فبيضحك كليان ويكمل أنا ما توقعتش إنك تكون صغير كده في السن، لكن أنا سمعت عن اللي عملته في قتالك للأفاريت في مقاطعة موجليان لما كنت أصغر من كده كمان. ويمد إيده عشان يسلم على بطننا ويكمل شرف كبير ليا إني أقابلك أخيرا. فيسلم عليه إيان ويقول له الشرف الأكبر ليا إني أقابل القائد والمحارب الأعظم في المنطقة الشرقية كلها السيد كليان باري، اللي بيرد على بطلنا ويقول له أنا متأكد إنك قضيت وقت صعب على ما توصل لهنا، لكن لو عندك شوية وقت لأن عندي شوية حاجات أتكلم فيها معاك. وبنتنقل بعدها للمعسكر بتاع الجنود وبنشوف كليان وهو بيكلم بطلنا ويقول له
أنا ما كنتش أعرف إنهم هيهجموا علينا بالعدد الكبير ده كله، أو عشان أكون صريح أكتر أنا توقعت ده لكن مش دلوقتي خالص، لأنهم في العادة ما بيهجموش بالعدد ده، لكن معرفش إيه اللي خلاهم بقوا عدوانيين أكتر ويهجموا بأعداد أكبر بالشكل ده. وإيان بيبقى واقف يسمعه ويفكر في اللي بيقوله وهو يكمل. واضح كده إن في حاجة بتحصل في السهول الكبرى، ودي يا أصحابي هي المنطقة اللي بيهجم منها الوحوش على المقاطعة، بتخليهم يتحركوا بالشكل ده. وطبعا زي ما انت عارف يا زيد إيان، احنا بعتنا طلبين، واحد للقصر الإمبراطوري والتاني للبرج الهاجي. الأول كنا فيه بنطلب المؤن والجنود عشان نقدر نكمل في القتال، والتاني كنا بنطلب فيه إن يتم إرسال ساحر المرتبة الأعلى، ساحر يكون عنده القوة الكافية عشان ينقذنا من الموقف اللي بقينا فيه. وإيان بيبقى لسه واقف بيسمع له من غير أي رد وهو يكمل. أنا فعلا مقدر جدا جهودك في القضاء على جيش الوحوش اللي كان بيهاجمنا، وكمان الحائط الجليدي اللي عملته اللي قدرت بيه تسد مدخل الوادي، وده هيدينا شوية وقت فعلا، لكن للأسف يعتبر حل مؤقت. احنا دلوقتي بنفكر إننا نهاجم الوحوش في السهول الكبرى، لأن هاجمتهم علينا طول الفترة اللي فاتت أرهقت الجنود، وكمان المؤن بدأت تخلص مننا وبيبقى باين على وشه الضيق. ويكمل. بس لو كانت بعتت لنا الجنود والمؤن اللي طلبناها كنا نقدر إننا نحارب الوحوش وإحنا في مكاننا لسه، لكن واضح كده إن الإمبراطورية ما اهتمتش بالطلبات بتاعتنا. على أي حال، من الواضح إن جيت لهنا بدل الجنود اللي طلبناها، وعشان كده محتاجين نتناقش في خطة نقدر بيها نحل المشكلة دي. فيرد إيان: أنا فاهم اللي أنت تقصده، بس بالنسبة للحائط الجليدي يقدر يصمد لمدة 10 أيام، ولو احنا قدرنا اننا نراقب تحركات الوحوش خلال ال10 أيام دول هنقدر نبقى في امان مؤقتا، وخلال الوقت ده انا هروح بنفسي للسهول الوسطى. فيقاطعه كليان ويقول له: سيد إيان، انت هتروح بنفسك للمكان ده؟ فيرد: ايوه، احنا لازم نعرف السبب وراء حركة الوحوش دي وهجومهم المستمر، واكيد الحل هيبقى هناك. فبيضحك كليان ويقول له: أنا مبسوط بثقتك الكبيرة دي، لكن أنا فعلا بعت مجموعة صغيرة من الجنود لهناك أكتر من مرة في الشهور الأخيرة وما قدرتش أوصل لحاجة. كل اللي قدرنا نعرفه هو إن فصائل الوحوش المختلفة ما بقتش تهاجم بعضها، وكأنهم عملوا تحالف وما بيهاجموش غير البشر بس. وبيفتح الخريطة ويكمل كلامه: كمان الوحوش مش بس بتهاجم إمبراطورية جرين ريفر، لا، وكمان بيهاجموا الحدود الشمالية لإمبراطورية كولد وود، وكمان بيهاجموا الحدود الغربية لمقاطعة رو، وكل ده بيحصل مع بعضه في نفس الوقت. ويشاور في الخريطة على أماكن تانية ويكمل: في مناطق تانية الطرق اللي بتأدي ليها مختلفة وبعيد عن مناطق الوحوش، فعشان كده الهجوم عليها بيبقى أقل، واللي من ضمنهم مضيق الأفعى العظيم، وده خلى الوحوش تكثف هجماتها على المنطقة بتاعتنا إحنا أكتر. ويكمل وهو بيشاور في الخريطة على مكان تاني: لكن في حاجة غريبة جدا، الوحوش مش بتهاجم القبيلة البدائية اللي عايشة على الحدود الجنوبية للسهول الكبرى، وكأن في حاجة بتمنعهم من مهاجمة المنطقة دي. احنا شاكينا ان ممكن ده يكون له علاقة بالهجمات الوحوش والاضطرابات اللي في السهول الكبرى في الجنوب، لكن ما كناش قادرين نوصل للمنطقة او نبعت جنود للقبيلة البدائية عشان نثبت ده بسبب هجمات الوحوش. فيقوم إيهان يفكر مع نفسه في إنه مش فاكر أي حاجة عن الاضطرابات اللي بتحصل في السهول الكبرى من حياته السابقة. كل اللي فاكره إن كان فيه هجمات كتير من الوحوش، لكن أول مرة هيشوف الهجوم الضخم ده. وبعدين يقول لكليان وهو بيبص على الخريطة: أنا لازم أروح للقبيلة البدائية عند الحدود الجنوبية. فيرد كليان: أيوة، لو كنا بنتكلم عن القبيلة البدائية اللي زعيمها بيبقى الشمال الأعظم، أعتقد إنه أكيد هيكون عنده علم بسبب اللي بيحصل ده، بس أنت هتفتكر إنك هتقدر تقابله وتتكلم معاه؟ فيرد إيان بكل ثقة: أكيد أقدر. وبيعدي الوقت لحد بالليل، وبنشوف إيان وهو واقف على واحد من الأسوار بتاعة الحصن اللي قاعدين فيه، وبيبص على المنطقة حواليهم وبيفكر مع نفسه: السهول الكبرى والأداة اللي هناك، والأداة دي هي عبارة عن قطعة أثرية مع ملك الشمان زعيم العشيرة البدائية، واللي بيبقى اسمها عصاية السهول الكبرى. كل ما افتكرها العصاية دي أنا كنت بحبها قوي، لا وكمان كانت مصنوعة من أشجار البتولة النادرة. وبيفتكر كمان إن في حياته السابقة من بعد 3 سنين من الوقت اللي هو فيه دلوقتي حصل تحالف بين إمبراطورية كولد وود وإمبراطورية جرين ريفر ومقاطعة رو عشان يقضوا على الوحوش اللي في السهول الكبرى مرة وللأبد. وفعلا نجح التحالف ده في إنهم يبيدوا الوحوش كلها، وبعدها قسموا منطقة السهول الكبرى اللي كانت مليانة بالثروات ما بينهم هم ال3. وفي الوقت ده الملك الشمان اختفى، وتم تقليل نفوذ القبيلة البدائية اللي بتاعته، وكمان اتحول أفرادها لمجرد عبيد. باين كده إن في حاجة غريبة ما حصلتش في حياتي السابقة ولا أعرف عنها حاجة بتحصل دلوقتي.
هو ممكن يكون القلق اللي بيحصل في السهول الكبرى ده بسبب إني رجعت بالزمن؟ بنشوف بعدها إيان وهو بيقول لكيليان آخر كلماته قبل ما ينطلق في رحلته للسهول الكبرى، ويقول له الجدار الجليدي اللي أنا عملته هيدوب بعد 10 أيام، وأنا هبذل كل اللي أقدر عليه عشان أقدر أوصل لحل للموقف اللي احنا فيه ده، وفي حالة لو ما رجعتش في خلال ال10 أيام وما بيكملش كلامه ويقاطعه كيليان، أنا متأكد تماما وواثق فيك إنك هترجع خلال ال10 أيام، وبتمنى ليك كل التوفيق في رحلتك. بعدها بننتقل للسهول الكبرى واللي بتبقى أراضي قاحلة تحس إنها خالية من الحياة، وكل النباتات اللي فيها ميتة والرمال والتلال في كل مكان. وبنشوف بطلنا وهو واقف على واحدة من التلال وبيبص على المنطقة كلها، وهو بيفكر مع نفسه إن من هنا بتبدأ حدود منطقة القبيلة البدائية، وبيبقى بيتساءل مع نفسه عن الهدوء الغريب في المنطقة بالمقارنة مع المناطق التانية اللي الوحوش فيها كتير، لكن هنا هو ملقاش ولا وحش واحد حتى، وبيفكر إن السبب في ده هو تضاريس المنطقة اللي قاله عليها السيد كيليان. وبيبدأ يتحرك لحد ما بيقابل 3 قاعدين وباين إنهم محاربين من القبيلة البدائية، واللي لما بيقرب منهم وبينتبهوا ليه بيتفزعوا من مكانهم ويسألوه انتوا مين؟ وهو بيبقى بيقرب منهم اكتر وهو رافع ليهم ايده في اشاره منه انه جاي في سلام، ويرد عليهم انا مش عدو ليكو، انا ساحر من امبراطوريه جرين ريفر. فيزعق واحد منهم وهو بيساله وانت تعرف لغتنا منين؟ فيرد انا ما عنديش الوقت الكافي عشان اشرح لك حاجه زي دي، انا جيت هنا عشان اقابل الملك الشمان. فالتاني يرد واللي شكله قائد المجموعه دي ايه انت بتقول ايه؟ وبنعرف عن الملك الشمان ده انه سيد برج العشيره البدائيه، وانه عشان يبقى سيد البرج او الشمان الملك لازم يكون الشمان الاعلى قوه وموهبه بين اقرانه، وانه اصلا افراد العشيره دي بيتولدوا وهم عندهم قلب وعقل المنى، وان على الرغم من تحكمهم في المنى بشكل سهل وبسيط الا انهم بدل ما بيتربوا على انهم يبقوا سحرة بيتربوا على انهم يبقوا شمانات. وبعدين ايان يقول لهم وهو لسه رافع ايديه انا جيت بس عشان اتكلم معاه عن الحاله الغريبه اللي عليها الوحوش في المنطقه الجنوبيه، واعتقد ان الشمان الاكيد هيبقى واخد باله من اللي بيحصل، فعشان لكن ما بيلحقش يكمل ويلاقي الرمح مرفوع في وش من قائد المجموعه ويقول له بعصبيه هو انت مفكر نفسك مين يا كلب الامبراطوريه انت عشان تقدر تقابل الشمان بسهوله كده؟ يلا امشي من هنا. وبطلنا بيبقى واقف بيبص له بس من غير اي رد او حركه، وهو يكمل كلمة واحدة كمان من الكلام التافه اللي انت بتقوله ده وهتأكد ان اقدمك كتضحية لأرواح السهول الكبرى. فيرد عليهم ايام بثبات وثقة هو انا بقى نجيك اني شخص ممكن يتأثر بتهديدك ده؟ فبيتعصب اكتر قائد المجموعة ويبدأ في الهجوم على بطلنا وهو بيقول له واضح كده انك مش مدرك الموقف اللي انت فيه وبتتمنى موتك. وفجأة ايان بيفعل تعويذة رمح الجليد ويصد بيها هجوم القائد برمحه عليه، واللي بيتكسر بمجرد ما بيتصدى له بطلنا برمحه الجليدي، وبيبقى القائد واقف بيبص الرمح ومصدوم ومش مصدق. وايان يقول له حركتك الجايه اللي هيطير فيها المره دي هتبقى رقبتك، بطل الحركات اللي انت بتعملها دي وخدني دلوقتي للشمال الملك. وفجأة بيقاطعهم حد وصل عندهم وبيقول ايه اللي بيعمله ده واحد من الامبراطورية؟ فبينتبهوا كلهم ليه، واللي بنشوف انه راجل عجوز ماسك العصاية اللي كان بطلنا بيتكلم عليها واللي كانت معاه في حياته السابقة. يعني يسأله هو انت الشمال الملك؟ فيرد الراجل ايوه انا هو. فبطلنا يرد انا متفاجئ انك جاي لحد هنا بنفسك، الوحوش بتاعت السهول الكبرى بتهاجم حدود ال3 امبراطوريات، لكن على الرغم من كده طول رحلتي لهنا في الجنوب انا ما قابلتش ولا وحش واحد حتى. أنا بتساءل إذا كان أنت عندك علم ليه الوحوش بتهاجم كل المناطق ما عدا الجنوب؟ فيرد الشمان الملك بيتهيالي إن هجوم الوحوش على المناطق الحدودية ده شيء عادي، وإحنا بصراحة ما عندناش أي فكرة عن سبب اللي بيحصل ده. فيرد إيان واللي شكله كان مفعل تعويذة كشف الكذب كذب، وبيبقى باين على الملك التوتر من رد بطلنا، واللي بيكمل كذبك ده مش هيعدي عليا، اللي أنا عاوز أسمعه منك هو الحقيقة لو سمحت. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فيتعصب 2 من اللي واقفين من طريقه كلام بطلنا مع الشمان الملك، وواحد منهم بيقول له ازاي تتجرأ انك تتكلم بالاسلوب ده قدام؟ وما بيكملش كلامه لان الملك بيرفع ايده عشان يوقفه عن الكلام، واللي بيكمل كلامه مع بطلنا ويقول له انا سمعت ان سحرة الامبراطوريه بيبقى عندهم طريقه سحريه لكشف الكذب، لكن رؤيتها على ارض الواقع شيء مذهل، باين كده ان بسبب المهاره السحريه دي مفيش اي فايده من الكذب عليك، عشان كده هقول لك الحقيقه. من سنوات طويله فاتت كان في نبوءة بتقول إن السهول الكبرى الجميلة هتتحول لبحر من ألسنة اللهب اللي من شدة نورها الذهبي هيحول لون الأرض اللون الأحمر، وبعدها أفراد العشيرة اللي عاشوا على الأرض الآلاف السنين هيفرقوا أرضهم ويتفرقوا في كل مكان وهيتحولوا لمجرد عبيد. فيتصدم بطلنا من كلامه والملك يكمل إحنا عارفين إن عشيرتنا هتتدمر لما الحرب تقوم، لكن مفيش في إيدينا حاجة نعملها، لكن على الرغم من كده إحنا برضو ما عدناش حاطين إيدينا على خدنا واكتفينا بالانتظار والصلاة عشان النبوءة دي ما تتحققش. والنتيجة لده في يوم من الأيام في سيدة جات لنا وقامت بعمل نقوش سحرية على العصاية دي وبعدها اختفت. فيستغرب إيام من موضوع السيدة اللي
صارتهم دي وبيتسأل مع نفسه عنها. والشمان الملك بيخبط بالعصاية على الأرض ويكمل: كمان السيدة دي قالت لنا. وبتبدأ النار تنتشر حوالين بطننا في كل مكان، والملك الشمان وهو حواليه برضه النار، وكائنات شبه البشر بتبدأ تخرج من الأرض في كل مكان حواليه، وعينهم بتبقى منورة بأحمر وبيبقى باين عليهم كده حاجة شبه الزومبي. ويكمل كلامه: قالت إن أنا ملسبش أي حد يخرج من هنا عايش، أنا آسف بس أنت لازم تموت هنا. وبتبدأ العصاية اللي الشمان الملك مسكها يخرج منها دخان اسود، واللي بطلنا بيبقى واقف بيبص لها وبيبص اللي بيحصل ويقول في باله: اللي انا شايفه ده مش ده هو السحر الاسود، ده انا افتكرته انه انتهى من 300 سنة بعد ما تم حظر استخدامه وتحريمه، لكن واضح ان رجوعي بالزمن غير حاجات كتير. ويبتسم ويكمل: واضح انهم مستخفين بيا. واللي بعد ما بيخلص تفكيره بيقول للشمال الملك وعلى وشه ابتسامة ثقة: أنا آسف بس أنا مش بخطط لأن أموت من غير ما أدافع عن نفسي، وكمان حتى لو هيتطلب مني استخدام كل قوتي هتأكد إن العصاية اللي مليانة سحر أسود دي تكون معايا أنا. فيرد الملك: وريني كده اللي هتقدر تعمله. فيرد بطلنا وهو بيفعل قوته السحرية: سمعني تاني اللي بتقوله كده. وبنلاقي إن في طاقة كبيرة قوي خارجة من بطلنا، واللي بيكمل: أنا بس مش عاوزك تجيبه قرب مني. وبكده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد، وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.